احنا قررنا نستغنى عن كل المنظفات الصناعية ونبدلها بمجموعة الفوط دي على الكافيه. منتج غريب شوية بس جميل جدا. تعالي نطلعهم كلهم. نرمي دي، مش عاوزينها. هي حاجات كتير كتير كتير، وبيها تنظيف البيت هيبقى سهل جدا. الحاجات دي بتسهل عليكم تنظيف البيت والعربية وكل حاجة. أيوة. أي حاجة بتتنظف نظفوها إلا النفسية. اول منتج في المنتجات دي هو الشيت ده، وهو عبارة عن شيت بناخد منه جزء نحطه على مية عشان ننظف بيه بقع الصعب. تاخدوا منه جزء صغير تستخدموه لاي بقعه. هو ده ماده منظفه مركزه، والشيت ده كله تقريبا بيكفي حوالي 2 لتر ميه، يعني ممكن نعمل بيه سجاده او انتريه كامل. وتاني حاجه عندنا الفوطه دي حل سحري لتنظيف الانتريهات، عشان هي بتنظف بميه بس، يعني مش محتاجه اي مواد كيماويه. اقصى حاجه لو في بقعه شديده جدا مش عارفين نطلعها هنستخدم جزء من الشيت اللي اتكلمنا عنه، سواء انتريه او صالون، وعشان تحافظوا على الوانه مفيش مواد كيماويه. وتالت حاجه معانا هي فعلا حاجه بتضايق ناس كتير جدا جدا جدا، فوطه الازاز. لمعه الازاز بقى ده بيبان النظافه صراحه. دي فوطه بتنظف اي ازاز، سواء ازاز في مطبخ او غير مطبخ، وكمان بتخليه يلمع ومن غير اي شوائب. المميز فيها ان هي بتخلي الازاز كله منور ولا بتطلع اي نقطه وبر، فهي حل سحري للناس اللي عاوزه تنظف الازاز دايما وتخليه لامع جدا. ولا هنحتاج لشركات ولا مواد ولا اي حاجه، مجرد فوطه ميه وبس من غير اي كيماويه. تطور يا مؤمن. التطور. ايوه التطور. دي بقى ليفه المواعين، مش مواعين بس، مواعين وخضار. هي اجمل ما فيها ان هي حاجه رقيقه كده، مش حاجه تخينه في ايدك تتعبك ولا حاجه، هي حاجه بسيطه. هننضف ازاي بقى بالليفه دي من غير صابون سائل؟ هي معاها صابونتها. الصابونه دي ليها اكتر من لازمه، بس احنا هنتكلم عن الجزء ده ان احنا بنستخدمها لو في حاجه لازقه في الاطباق علشان ننضف. ودي حاجه كمان بقى، وهي فوطه العربيه. هي بتجيلكوا عباره عن كرتونه زي كده فيها حاجتين، الجوانتي التحفه ده والفوطه الاجمل دي. الجوانتي ده في ناحيه خشنه وناحيه ناعمه. الناحيه الناعمه احنا بنمسح فيها لو هي مجرد اتربه وحاجات بسيطه، انما لو في حاجه لازقه او حاجه محتاجين قوه شويه ان احنا نمسحها نستخدم الوش الخشن. الفوطه التانية دي خاصه بالفوانيس وطابلوه العربيه بقى، يعني مش هرمنكم من حاجه، كل حاجه ليها حاجتها. هنظبطكم يعني هنظبطكم. لو في اي حاجه فيها بقعه تقدروا تستخدموا قطعه من الشيت مع شويه ميه صغيرين. حلول سحريه. وكمان في الفوطه بتاعت الموبيليا دي لتلميع الخشب، تلميع الاكليريك، المطابخ، الالموتال، يعني دي استخداماتها لكل ما يخص الموبيليا والاساس. وكمان فيها ميزه ان هي بتمتص ميه بكميه كبيره جدا، فلو حاجه اتدلقت بسرعه نقدر نلحق على طول. دي لازم منها يا مؤمن 3-4 دي. وكمان المميز ان فيها احجام كتير، ده اصغر حجم منهم. وتقدروا تعملوا منها 2 مثلا، واحد للمطبخ واحده للاساس والخشب والدواليب. بالظبط، يعني براحتكم نوعوا. وجرين واي ما نسيتش بقى اخر فوطه معانا اللي هي فوطه التراب. هي مش اخر فوطه، لسه في واحده اهم. هي دي ليفه. خلاص يبقى اخر فوطه. الفوطه دي بتشيل اي تراب واي وبر من على اي انتري، وألموتال وشبابيك كمان حاجات كتير. هي مش سايبه صراحه، فتفوته قد كده في النظافه. بالظبط، يعني هتشيل كل الاتربه من اي مكان. اخر حاجه بقى ودي اصعب حاجه، ودي اجمل حاجه برضه، دي الليفه بتاعت الاحواض اللي هي خاصه بالحمامات، قعده الحمام، الحوض. وطبعا الحمام بالذات محتاجين نطهره جامد، مش عاوزين نستخدم حاجات كيماويه. ايوه نقدر نستخدم ده. السؤال بقى، هل ده ماده كيماويه؟ لا خالص، ده معمول من خلاصه زيت الليمون، يعني مفيش احسن يعني من كمان كده، عطريه. وطبيعي اكتر من كده. ايوه ويعني كده عطريه، يعني بصوا تنظيف وتعطير مفيش بعد كده. كده الله. الله الله، ليمون فعلا. جامد قوي. مش الليمون اللي بتحسوه صناعي، لا الليمون بتاعنا تنظيف وتعطير، ولا نخاف طفل يبلع ولا طفل يشرب ولا يمسك ولا اي حاجه. يعني هي نظافه ومن غير اي اضرار. والمميز في كل الفوط دي هي ممكن تبقى غاليه شويه، بس فيها ميزه تشفع لها، ان مش هتستخدم معاها اي مواد تانية. لا مش كده وبس، ان الفوطه الواحده بتقعد من 3 ل5 سنين. ايه ده معقوله يا مؤمن؟ تخيلي، من 3 ل5 سنين. والوكيله اللي جابت لنا الحاجات دي قالت لي ان الفوط اللي عندها في البيت كمان قاعده معاها 6 سنين. ما شاء الله، يعني كده مش هشتري على ضمانتك اي مواد منظفه تاني. طب دلوقتي لو الفوط دي اتبهدلت نعمل ايه؟ بنستخدم الحل السحري ده، الصابونه دي نغسل بيها الفوط لو الفوط اتبهدلت. طبعا احنا نسينا نقول ان الشركه دي شركه روسيه، وهي الشركه الوحيده اللي خدت براءه اختراع بسبب الفوط دي. واللي كلمنا من الشركه هي امل عبد المحسن. ايوه وتواصلت معانا، وبجد انا بشكرها على الفوط دي. انتوا ممكن تجربوا حاجه كمان معاكم حاجه استخدموا التانية. بالظبط، وهي كمان قالت لنا ان اي حد هيطلب حاجه من خلالنا ليه توصيل مجاني فوق ال 850 جنيه.
وليه كمان هديه فوق ال 1200 جنيه. جربوا بقى الحاجات دي وهنوفر فلوس كتير جدا من الموظفات، وبجد هي حاجات حلوه تستاهل انكم تجربوا. ودمتم سالمين والى اللقاء.